يعني حدث مهم قوي. يوم فض اعتصام رابعه اللي انا بهني بيه الشعب المصري. بهني بيه ليه؟ الشعب المصري تقولي لي وقع ضحايا كتير 658 زي ما قالت الحكومه او 814 زي ما قالت هيومن رايتس. اقول لك ولو 8000 برضه نهني الشعب المصري، لانه رابعه ده يوم فاصل. الوفد عامل عنوان قوي حلو النهارده، يقول لك يوم استرداد الدوله. يوم استرداد الدوله. الدوله عادت. كان مخطط يا استاذه غدا انه رابعه ده يبقى بذر تقسيم مصر. كان مخطط حسب ما السفيره الامريكيه قالت للاخوان، وقطر وتركيا قالوا الاخوان، قالوا لهم انتوا اقعدوا في البقعه دي اثبتوا واحنا هنعمل لكم فيها دوله. وتلاقي تركيا بعد السفير يقول لك ده سفير الدوله الاسلاميه رابعه. تلاقي قطر بعد السفير ليه هنقول لك ده يجي عبد الفتاح السيسي يتكلم يقول له معلش والنبي انت بتتكلم بس مش كل الشعب المصري، ما في شعب رابعه. اذا كان مخطط للتقسيم. هذا المخطط مات فيه 800 مات فيه 1000 ما تفرقش، لسبب لانه دول خوارج العصر.